أهلا وسهلا بكم في السيشن الثانية في الورك شوبس بتاعتنا في العموم. وأول سيشن في الورك شوب الخاصة بالكونتنت استراتيجي. ليه بقول أول سيشن؟ لأن إن شاء الله طبعا الكونتنت استراتيجي لما نيجي نتكلم بقى فيها بشكل عملي، آه من ناحية مثلا إن هو مثلا ورك شوب أو كورس أو حاجة، لما نيجي نتكلم فيها بشكل عملي، لا هي الموضوع مش هيكون خلال ورك شوب ونقدر إن إحنا نتعلم إزاي نعمل إيه هي كونتنت استراتيجي، ونتعلم إزاي نعمل كونتنت استراتيجي وهكذا. لكن الموضوع هياخد وقت شوية، لأن في شوية شغل هنعملهم مع بعض. فهنلاقي ان احنا هنحتاج اكتر من سيشن في الكونتنت استراتيجي عشان نقدر ان شاء الله نغطي الموضوع كله. تمام. بالنسبه للكونتنت استراتيجي، انا بس حابب اسال الاول كده، مين يعرف يعني ايه كونتنت استراتيجي؟ يقدر يقول لنا كده سريعا؟ وهل في حد عمل كونتنت استراتيجي قبل كده ولا لا؟ طيب، بالنسبة للكونتنت استراتيجي، هي حاجة، يعني هي إيه؟ حاجة بتساعد البيزنس بتاعي إن هو يحقق أهداف، أهدافه من ناحية ديجيتال ماركتنج، عشان يقدر يحقق أو يساعد أهداف. هي الفترة اللي بيتم وضعها لذات المبيعات للشركة، سواء كانت سلعة أو خدمة، ويكون عندنا خطوات معينة منظمة للدفع للعميل عن عملية الشراء. حلو. طيب، هو بالنسبة للكلام ده، يعني احنا مثلا في السيشن اللي فاتت لما قلنا ان الكونتنت هو اسيت، بنقدر من خلاله او بيقدر الاسيت ده ان هو يساعد في زيادة مبيعات وارباح الشركة. ده كلام مظبوط. طبعا عشان تبقى في استراتيجي لازم طبعا يكون في خطة معينة هنقدر نمشي عليها عشان نقدر نحقق الاوبجيكتيف الرئيسي بتاع اي بزنس زي ما احنا قلنا، وهو ان يبقى في دخل، يبقى في فلوس زيادة بتخش، يبقى في أرباح بتزيد عند الكلاينت نفسه وهكذا. تمام. عشان برضو نفهم الصورة كاملة، إحنا عندنا ما يطلق عليه الماركتينج أو التسويق التقليدي، التراديشنال ماركتينج. تمام. ولو إني يعني مش بحب المسمى ده، ولكن شئنا أم أبينا ده المسمى الدارج في السوق دلوقتي. الديجيتال ماركتينج في سوري، الماركتينج هو بروسيس او مجموعه من البروسيسز اللي بنطبقها عشان نقدر ان احنا نكريت فاليو معينه، ونقدر ان احنا نوصلها للعميل بتاعنا بشكل ان هو يكون مربح للطرفين. تمام.
المكان بتاع بقى الكونتنت ماركتنج فين من البروسيس، اصلا من البروسيس اللي احنا قلنا عليها دي. احنا قلنا هو مجموعه بروسيسز، احنا عايزين نعرف الكونتنت ماركتنج بتاعنا، اللي احنا بقى الحته بتاعتنا احنا فين اصلا من العمليه دي كلها. فلما تيجي تبص كده على الكونتنت ماركتنج هو فين، هنلاقي يعني ايه، نكبر بس الموضوع ده. اه يعني تقدري تشيري اللينك بتاع السيشن عادي. نعم. طيب، المفروض الحاجات دي طبعا. طيب، اللي فاتت بس المايك يا جماعة معلش. آه، احنا عندنا قلنا ان احنا عندنا التراديشنال ماركتنج. تمام، هنفترض ادي التراديشنال ماركتنج اهو. تمام، بيخرج منه احنا قلنا هو بعض مجموعة عمليات. وات ايفر ايه هي مجموعة العمليات دي، هتكون مقتصرة على، او مش مقتصر، هناخد منها حاجة اسمها اس تي بي. الاس تي بي بتاعتنا دي هي الاس تي بي دي هي السيجمنتيشن. مش عارف. هي السيجمنتيشن، وعندنا التارجتنج، وعندنا حاجة تانية اسمها البوزيشننج. فده كده، دي حاجة من البروسيس بتاعت ايه، التراديشنال ماركتنج.
نيجي نبص بقى اللي بعد كده، اللي انا محتاج ان احنا نكون عارفينها برضو ضمن البروسيس بتاعت الديجيتال ماركتنج دي، سوري، بتاعت التراديشنال ماركتنج. هنلاقي عندنا حاجة اسمها ماركتنج ميكس. ماركتنج ميكس. طيب الماركتنج ميكس دي يا باشا عبارة عن ايه؟ سوري. تمام. الماركتنج ميكس عبارة عن ايه؟ هي فيها 4 عناصر يهموني. اول عنصر فيهم البرودكت. تاني عنصر فيهم بالمناسبة الماركتنج ميكس بيتقال عليهم فور ايز: البرودكت، البليس، او برودكت خلينا بعدها برايس. برودكت، برايس، بعدين البليس، بعدين حاجة اسمها البروموشن. حلو. فبس البروموشن. كلام زي الفل. طيب احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها اس تي بي. السيجمنتيشن هو ان انا، هي عملية تقسيم. تمام. تقسيم ايه بقى؟ تقسيم السوق بتاعي ككل، كسوق. يعني مثلا انا دخلت الاندستري بتاعت شغال مثلا على الاندستري بتاعت الفرنتشر، مثلا هوم فرنتشر. تمام. فابتدي ان انا عندي سوق كبير جدا من سوق، يعني سوق كبير جدا متاح قدامي ان انا اشتغل فيه. لكن فكره ان انا اخدم كل السوق ده تكاد تكون مستحيله. تمام. مستحيله اول حاجه. تاني حاجه، آه، يعني الكلام ده لا ينصح به 99.9% من الأطباء. ليه؟ لأن أنت مستحيل إن أنت تقدر تخدم كل العملاء دول وترضيهم. والهدف الأساسي والرئيسي بتاع الماركتينج هو إن أنا أبني ريليشن شيب مع العميل بتاعي، ويحصل له ساتسفاكشن، إرضاء، علشان يبتدي إن هو يتعامل معايا مره واثنين وثلاثه، ويتكلم عني بشكل كويس، واقدر ان انا ابني البيزنس بتاعي على الكلاينت ده. طيب انا هقدر اعمل الكلاينت ده اجيب الكلاينت ده ازاي، او اخلي ده يحصل ازاي؟ ان يحصل ساتسفاكشن، ويحصل ان العميل بتاعي خلاص يعتمد عليا كبراند مثلا، ويبتدي ان هو يتكلم عني كويس، ويشتري مني مره واثنين وثلاثه، واقدر ان انا اعظم ربحيه من ورا ده كله. هو ان انا ابتدي اقسم السوق بتاعي، وتارجت الفئه اللي انا، الشريحه او الشريحتين اللي انا هقدر ان انا اخدمهم وافيدهم. فاحنا عندنا السيجمنتيشن ده سوق بالنسبه لي، زي ما واضح كده. ده كده السوق بالنسبه لي. تمام. فانا ببتدي اقسم السوق. ادي والله في الشريحه دي، الشريحه دي، الشريحه دي. فلقيت مثلا السوق بتاعي ممكن ان انا ادي 5 شرايح. ابتدي ان انا تارجت بقى. والله الشريحه دي اللي هي فيها الجمهور المستهدف اللي بالمواصفات اكس واي زد، والشريحه دي اللي فيها جمهور او التارجت ماركت ده اللي فيه مواصفات اكس واي زد، هم دول اللي انا هقدر ان انا افيدهم واشتغل معاهم. طبعا انا بتكلم هنا، الكلام ده مش بتاعك، لكن احنا بس بنشوف احنا مكاننا فين، بنتعرف على بعض الاساسيات بتاعه الماركتنج، وبنشوف احنا مكاننا فين من ضمن البروسيس بتاعه الماركتنج ده كله. فبعد ما حصل
بعد ما حصل ان انا عملت سيجمنتيشن، عملت تارجتنج، ناقص ان انا بشتغل على البوزيشننج. والبوزيشننج يعني اون جوينج بروسيس، زيها برضو زي التارجتنج شويه. بفضل شغال بقى، طبعا بيكون في براند استراتيجي و ان انا ازاي ابتدي احط البراند بتاعي، او اخلي البراند بتاعي ليه مكانه في المايند سيت بتاعه العميل المستهدف. تمام، ادي عميل مستهدف، كل تارجت ماركت في الناس دي هم المفروض بيمثلوا العملاء بتوعي. انا محتاج بقى بوزيشن ماي سيلف في المايند سيت بتاعت العميل ده في بوزيشن معين. تمام. في يعني الامثله الشهيره جدا، آه، كوكاكولا مثلا. فبعيدا طبعا يعني ان هي مقاطعه وكل حاجه، لكن ده مجرد مثال. آه، بالنسبه لي مثلا كوكاكولا ممكن تكون، او هم بيحاولوا بوزيشن، يعملوا بوزيشننج لنفسهم ان هم الفرحه، السعاده، وهكذا. فهتلاقي الكامبينز بتاعتهم على طول كوكاكولا افرح، مش عارف ايه، وهكذا. على نفس المنوال ده بيحصل، بيكون البوزيشننج. طبعا تفاصيل البوزيشننج بتكون كتير، فمش هنقدر ان احنا نكفر برضو الموضوع ده في الورك شوب دي. تمام. عندي بقى حاجه ثانيه مهمه، بس قبل ما اخش فيها محتاج كده يعني لو في حد عنده اسئله يبتدي يستعرضها، لو في حد عنده استفسار في اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها، او في حاجه محتاجين ان احنا نعيدها تاني، يا ريت. على العموم لو في حد بيكتب حاجه يكمل كتابه، وانا ايه خلص الجزئيه دي بس. طيب، في حد كتب: ازاي اقدر اوافق بين سعر السلعه او الخدمه وبين مقدره السوق؟ الكلام ده مش في الحته بتاعتنا كديجيتال ماركتنج خالص اصلا. الكلام ده المفروض بقى عند البيزنس اونر. بيزنس اونر، بصوا يا جماعه، احنا المفروض الماركتنج، ديبارتمنت، القسم بتاع الماركتنج هو اللي بيتحكم في حته البرايسنج والكلام ده كله. ده لما بنيجي نتكلم بشكل المفروض علمي وعملي في بعض او معظم البيج فيرمز، الشركات الكبيره، المؤسسات الكبيره. تمام. الماركتنج هو المفروض اللي بيحط التسعير بتاع المنتجات والخدمات، مش اي حد تاني. ليه؟ لان هو المفروض بيبقى فيه قسم من اقسام الماركتنج مثلا بيبقى اسمه ريسيرش اند ديفلوبمنت. دور القسم ده مثلا ان هو يبتدي بيعمل ابحاث وتطويرات في البرودكتس والخدمات. وفي الماركتنج ريسيرش في العموم بنبتدي ان احنا يكون في مثلا انترفيوز، سيرفيز، بيبقى في فوكس جروبس، وهكذا، في كومبيتيشن اناليسيز، في اتسترا بقى. بيكون في بعض الحاجات، الاكشنز الديبارتمنت بتاع الماركتنج بياخدها عشان بناء عليه يحددوا السعر اللي هيقدروا يسعروا المنتجات او الخدمات بتاعتهم بيه، بما يخدم بما يخدم اول حاجه البوزيشننج بتاعهم في السوق. تاني حاجه التارجت ماركت اللي هم رايحين. اوكي. فمثلا ابل، فهتلاقي على الويب سايت بتاعهم كده يا باشا، احنا كده للناس اللي تقدر تدفع اكتر من $800 في موبايل فون. خلاص، هو محدد التارجت ماركت بتاعه. هتلاقي البرايسنج بتاعه معمول بطرق مختلفه جدا، بعيدا عن كل الموبايلات او كل الايفونز مثلا فوق ال $800. هتلاقي تسعيرات الايفون اصلا تسعيرات نفسيه بطريقه صعبه جدا. انت ممكن لو حد جرب ان هو يشتري ايفون مثلا، هيلاقي نفسه ان هو دخل، والله انا معايا مثلا اكس فلوس، فانا هجيب الجهاز ده. تمام.
وهو بيقلب هيلاقي في جهاز مثلا اعلى منه في الاصدار، بس ممكن يكون اقل امكانيات شويه. يعني مثلا لو قررت تجيب 12 برو ماكس، هتلاقي نفسك بتقارن بين ال 12 برو ماكس وال 13. لو قلت هجيب ال 13، فهتلاقي طب انا لو دفعت مثلا 1000 او 2000 جنيه زياده، احنا بنتكلم هنا في المستعمل طبعا، 1000 او 2000 جنيه زياده، طب ما اجيب ايه؟ إيه كذا. تمام. ففي الاخر خالص هم بياخدوك لوي هم عايزين ياخدوك فيه. لما تيجي تتكلم عن مثلا ال 15 اللي نزل، باين في جهاز نزل امكانياته اقتصاديه شويه. تمام. وسعره باين اقل شويه من سعر الاجهزه التانيه. بس قال لك يا باشا الشاشه 60 هرتز. تمام. الناس اللي استخدمت مثلا بتستخدم موبايل فونز، اللي جرب 120 هرتز يتعامل معاها، او مثلا جرب 90 هرتز يتعامل معاها، مش هيقدر يداون جريد عن ال 90 وال 120. تمام. فبناء على الحاجات دي بيحصل بعض التسعيرات النفسيه في بيحصل سوري برايسنج او تسعير للمنتجات والخدمات اللي الشركه المفروض بتقدمها، بما يناسب السوق، التارجت ماركت والبوزيشننج بتاع الشركه في السوق اللي هي عايزه تحققه. آه، فانا ماليش دور في ككونتنت ماركتير او ديجيتال ماركتير في التسعير، الا لو انا في بوزيشن معين ممكن ان انا اشارك في الموضوع ده. عندنا في مصر بقى الموضوع مش بيمشي زي الشركات الكبيره كده. عندنا في مصر البيزنس اونر اصلا هو الماركتير بتاع الشركه. انما احنا تحس ان احنا ايه، الماركتنج في مصر شويه رايح ناحيه الاوبريشن. تمام. ورق جاي من هنا بوديه هنا، اعلان هنعمله مش عارف ايه، فبيبقى رايح ناحيه اكتر بقى ايه، ادفرتايزنج وحاجات اوبريشن، مش تطبيق فعلي لما هو ماركت. تمام. يا رب اكون كفيت ووفيت في الاجابه دي. طيب، لو حد عنده برضه حاجه تانية يكتب. عندنا احنا قلنا من الماركتنج ميكس، عشان نرجع كده نكمل تاني مع بعض، في حاجه اسمها البروموشن ميكس. البروموشن ميكس ده البروموشن ده فيه بروموشن ميكس. يعني ايه بروموشن ميكس؟ برضه مزيج ترويجي. زي ما قلنا ده اللي فوق مزيج تسويقي، ده مزيج ترويجي. مش عارف في ايه تمام. طب ايه هو المزيج الترويجي؟ في عندنا حاجه اسمها دايركت دايركت سيلز. في عندنا حاجه اسمها بي ار. وضمن الحاجات في تاني برضو، بس في من ضمن الحاجات حاجه تهمني اسمها آه، آه، اسمها ديجيتال ماركت. ايه ده؟ ديجيتال ماركتنج، البروموشن ميكس، ضمن كل الحاجه دي. اه، ديجيتال ماركتنج موجود هنا يا جماعه. حلو. طيب، ده بيدل على ايه؟ بيدل ان الديجيتال ماركتنج هو جزء من عمليه البروموشن، الترويج، اللي هي جزء من الماركتنج ميكس، اللي هي جزء من البروسيس بتاعت الماركتنج، او ما يقال ديجيتال تراديشنال ماركتنج. فهنا دي المفروض انها بتهدم فكره ان في حاجه اسمها ديجيتال ماركتنج، في حاجه اسمها تراديشنال ماركتنج. لا، هو في حاجه اسمها ماركتنج، ومن ضمن البروموشن ميكس بتاعته في حاجه اسمها ديجيتال ماركتنج. تمام. مش هنكمل يعني ايه كلام في الحته دي كتير. لانها ايه، في اغلب المواضيع بتلاقي حته خلافيه والناس بتخش فيها ايه، تتعارض مع بعض وكده. لكن دي البروسيس، او دي الهيراركي الصح بتاعت الموضوع. لما تيجي ترجع لكتب مثلا زي كتب فيليب كوتلر، زي برنسبلز اوف ماركتنج او ماركتنج مانجمنت، هتلاقي ان فعلا ده الهيراركي الصح بتاع الموضوع. تمام. ديجيتال ماركتنج عندنا فيه اكتر من حاجه، وات ايفر بقى ايه هم الحاجات. بس عندنا قسم منه اسمه الكونتنت ماركتنج او تمام. الكونتنت هنا بيقودوا اي حاجه في الدنيا بتقودها، بيقودها اي بزنس، البيزنس في العموم
المفروض احنا برضه كبشر بياخدنا مثلا ايه، خطه معينه، بنحط خطه برؤيه معينه، باوبجيكتيف معينه، بجولز معينه، اوبجيكتيفز معينه. وبناء على الخطه دي ببتدي ان انا اخد اكشنز واحط استراتيجي علشان اقدر ان انا احقق الاوبجيكتيف دي. ففي بزنس بلان. البيزنس بلان هي اهداف تخص البيزنس ككل. تمام. المفروض بيخرج منها حاجه سوري، مش بيزنس بلان، بيزنس اوبجيكتيفز او بيزنس جولز. بيخرج منها حاجه اسمها ماركتنج اوبجيكتيفز. بعد ما البيزنس بيحط الاوبجيكتيفز بتاعته، الاهداف بتاعته اللي هو عايز يحققها مثلا within السنه اللي احنا فيها، بيجي القسم بتاع الماركتنج بيحط الاهداف برضو بتاعته بيزد على البيزنس بلان، البيزنس اوبجيكتيف. تمام. بيجي الماركتنج. طبعا الماركتنج المفروض جواه اقسام مختلفه زي السيلز، زي الميديا باينج، زي الكونتنت ماركتنج، زي الاس اي او، وهكذا. فالمفروض الراجل اللي هو ديجيتال ماركتنج مانجر بيبتدي ان هو يشتغل مع الشباب، التيم بتاعه، ان يبقى كل قسم عنده فيه اوبجكتيفز معينه. فهتلاقي الكونتنت مثلا ليه اوبجكتيف معين، او الحد بتاع السوشيال ميديا ليه اوبجكتيف معين، الاس اي او ليه اوبجكتيف معين، الميديا باير ليه اوبجكتيف معين. علشان كل واحد يحقق الاوبجكتيفز بتاعته، تساعد ان الديبارتمنت بتاع الماركتنج يحقق الاوبجكتيف بتاعته، عشان نساعد احنا الشركه او المنظمه ككل انها تحقق الاوبجكتيفز بتاعتها. تمام. كده واضحه الجزئيه بتاعت الكونتنت ماركتنج او الكونتنت استراتيجي، المفروض بيكون مكانها فين ضمن الموضوع ده كله. اتمنى ان هي تكون واضحه. لو في اي حاجه برضو ابعت لي مسج. طيب الكونتنت استراتيجي، انا عشان اقدر اشتغل على كونتنت استراتيجي لازم اخلي بالي ان انا يكون عندي استراتيجيك ثينكينج، عقليه استراتيجيه بتفكر بشكل استراتيجي. طيب ايه هو الاستراتيجيك ثينكينج؟ ثانيه واحدة. ثانيه واحدة. هو بقول لك ايه اشكر. تمام. فانا لازم يكون عندي استراتيجيك ثينكينج. ايه هو الاستراتيجيك ثينكينج؟ هو process whereby you can consider various factors. تمام. او we uh, variables. تمام. take into account your goals and objectives, develop clear plan action. بمعنى ان دي بروسيس بتقدر، الاستراتيجيك ثينكينج هي بروسيس بتقدر من خلالها ان انت تاخد في عين الاعتبار متغيرات، وتاخد في عين الاعتبار بعض عوامل، وتحط في حسبانك. يعني بتاخد بعض في اعتبارك بعض المتغيرات وبعض العوامل، تحط في حسبانك اهدافك والاوبجكتيفز بتاعتك. بتحط كلير بلانز او اكشن بلان عشان تقدر اتشيف الاوبجكتيف والجولز بتاعتك. ثانيه واحده بس الاذان ونكمل باذن الله. الاذان بس يخلص.
تمام. آه نكمل بإذن الله كده 10 دقايق وناخد البريك بتاع الصلاة، يعني بعد 10 دقايق كده أو أقل ناخد البريك بتاع الصلاة ونرجع نكمل تاني إن شاء الله. تمام. طيب فلما نيجي نتكلم في أي استراتيجي في الدنيا، لازم أنا كشخص شغال في حاجة استراتيجيك، لازم يكون عندي استراتيجيك ثينكينج. تمام. آه بمعنى او بشكل بسيط جدا، الاستراتيجيك ثينكينج هو ان انا بقدر اعمل انالايزنج للوضع اللي انا فيه. احنا بقى بنتكلم بعيدا بقى عن الكونتنت خالص، سيبك بقى من الكونتنت ماركتنج دلوقتي خالص واخرج بره العبايه بتاعت الكونتنت ماركتنج. انت انسان عادي في الحياه، بعمل اناليسز للوضع الحالي اللي انا فيه. تمام. انا فين حاليا؟ انا شغال ايه حاليا؟ المستقبل بتاعي هيبقى عامل ازاي بناء على الشغل الحالي والوضع الحالي. ده طبعا كل حاجه في علم الغيب، بس الانسان مطلوب منه ان هو يسعى. يسعى بايه؟ يسعى بالتفكير، يسعى بالشغل وهكذا. تمام. طيب ازاي انا احسن من الحياه بتاعتي؟ ازاي ازود الدخل مثلا بدل ما هو اكس يبقى دبل اكس وهكذا. تمام. فانا بانلايز بعض الحاجات، ببتدي ان انا اخد بعض العوامل والمتغيرات اللي في الموضوع ده. فمثلا انا شغال والله في شغلانه مثلا اكس. طب الشغلانه اكس دي المستقبل بتاعها عامل ازاي؟ فابتدي اخد من بعض العوامل والمتغيرات الموجوده في السوق مثلا. لا والله هي ليها مستقبل، لا والله ده مثلا هي ملهاش مستقبل. وممكن تيجي بعد سنه سنتين ثلاثه مثلا اي اي يبتدي يغطي على الموضوع، او وات ايفر ايه ممكن يغطي على الموضوع. طب ايه تاني ممكن يكون له مستقبل؟ طب انا سمعت ان في حاجه اسمها برمجه، تعالى اما نشوف ايه الموضوع ده. فانا ببتدي احلل بعض العوامل والمتغيرات الموجوده في البيئه في الوضع الحالي، علشان بناء على الحاجات دي احط جول او اوبجيكتيف. انا عايز اخش مجال او الجزء، عايز اخش المجال بتاع الماركتينج مثلا. واشتغل في خلال 6 شهور، اذاكر واشتغل اول شغل ليا في الماركتينج خلال 6 شهور. فابتدي اروح الريسيرش مثلا ايه هو الماركتنج، ايه هو الديجيتال ماركتنج، ايه هو الكونتنت ماركتنج، وايه هو الميديا باينج وهكذا. ابتدي احدد تخصص معين ابتدي هتخصص فيه، مثلا في الاس اي او رايتنج مثلا. هكتب مقالات متوافقه مع الاس اي او. تمام. وابتدي احط البلان بتاعتي، الاكشن بلان بقى اللي هي ديفلوب يور اكشن بلان. ان انا ابتدي احط البلان بتاعتي او الاكشن بلان بتاعتي اللي تخليني باذن الله في خلال 6 شهور ان انا اقدر احقق الاوبجيكتيف بتاعي ده. ان انا اتعلم حاجه في الماركتينج وابتدي ان انا اشتغل فيها، او اجيب اول شغل بالنسبه لي خلال 6 شهور. تمام. دي الكي بوينتس بتاعت الاستراتيجيك ثينكينج. تمام. لازم نديفلوب السكيل دي عندنا علشان نقدر ان احنا نقدر نشتغل على اي استراتيجي في الدنيا، بعيدا بقى عن هي كونتنت استراتيجي، ميديا باينج استراتيجي، ماركتنج استراتيجي، سيلز استراتيجي، و. تمام. لما نيجي نبص على المين اليمنتس بتاعت الاستراتيجيك ثينكينج، يعتبر نفس الكلام اللي احنا، او شبه الكلام اللي احنا قلناه المره من شويه. تمام. هنلاقي ان البروسيس نفسها فيها حاجه اسمها اوبزرفيشن. observation هي ان انا ببتدي انالايز الوضع الحالي، ابتدي ان انا ابص ايه اللي موجود، ايه المتغيرات وايه العوامل الموجوده في الوقت الحالي، إيه النتائج اللي انا حاصل عليها في الوقت الحالي وهكذا. بلاننج ان انا ابتدي احط جول جديد، اوبجيكتيف جديد وابتدي ان انا اشتغل عليه. بروبلم سولفينج، كده مثلا والله ان انا واقع في ايشو مثلا معينه دلوقتي، وانا في بلان مثلا انا واقع في ايشو معينه دلوقتي، فابتدي احلها ازاي. فلازم سكيل زي دي تكون عندي، ادابتابيلتي، ان انا لو ما وصلتش بقى الاوبجيكتيف بتاعي، لو ما حققتش الجول بتاعي اللي انا حاطه، لازم يكون في ادابتابيلتي. اللي هو ابتدي اشوف، طب انا مثلا هتلاقي ان برجع لبروبلم سولفنج واوبزرفيشن. اوبزرفيشن مثلا ان انا ابتدي اشوف او الاحظ هو فين المشكله. تمام. بعد ما ديفاين المشكله يبقى في بلان بقى وبروبلم سولفنج ان انا احل المشكله دي. وممكن احتاج ان انا اغير حاجات معينه، فلازم يكون عندي المرونه والقابليه ان انا اغير في بعض الامور
بما يتوافق مع تحقيق الاهداف اللي انا حاططها. حلو. طيب، ايه هي بقى الاستراتيجي؟ وعندنا كي كويستشنز كده بالنسبه للاستراتيجي، علشان نقدر ان احنا نشتغل بشكل استراتيجيك ونقدر نفكر بشكل استراتيجيك. استراتيجي هي اصلا كلمه يونانيه اسمها استراتيجوس. واللي ما يعرفش ان الماركتينج واخد كتير من المصطلحات بتاعه العلوم العسكريه. واستراتيجي هو مصطلح عسكري، وهو في الاصل لما تيجي مثلا الديكشنري بتاعه هتلاقي فيه يقول لك ان استراتيجي هو انا نبتدي الكتيبه دي تتحرك من البوينت A للبوينت B عشان مثلا تحقق اوبجيكتيف معين. اوكي. دي الاستراتيجي. ليه الاستراتيجي؟ او مثلا هنقول الاستراتيجي برضو هو طريقه تحقيق هدف معين. طريقه تحقيق ايه؟ هدف معين. ليه استراتيجي؟ الاستراتيجي ببساطه شديده جدا عشان اقدر احقق الهدف معين، الهدف بتاعي. اقدر ان انا انلايز، ابتدي اشتغل على الموضوع بشكل استراتيجي، بشكل مختلف، بشكل يديني تنافسيه، وهكذا. الكي كويستشنز بقى هم 4 كويستشنز بيلخصوا اي استراتيجي في الدنيا. اي استراتيجي في الدنيا هي مكونه من 4 كويستشنز. وير ار وي ناو؟ احنا فين دلوقتي؟ ايه الوضع الحالي اللي احنا فيه؟ احنا فين من المنافسين بتوعنا؟ الكونتنت بتاعنا دلوقتي عامل ازاي؟ ايه اكتر كونتنت بيجيب انجيجمنت ريت بالنسبه مثلا للفولورز بتوعنا؟ ايه اكتر كونتنت بيجيب شيرز؟ ايه اكتر كونتنت بيجيب سيف بوست مثلا؟ طب احنا دلوقتي حاليا المسج التسويقيه بتاعتنا ايه في الفتره الحاليه؟ هل في مثلا كامبينز معينه نجحت في الفتره اللي فاتت؟ ايه الكامبينز اللي بيطلعها المنافسين؟ تسعير المنافسين او تسعير المنافسين عامل ازاي مثلا على السوشيال ميديا او ضمن الكونتنت بتاعهم للبرودكتس؟ آه بيبتدي السؤال ده يفتح دماغي على جزئيه تحليليه اكتر. هو انا فين دلوقتي؟ انا فين من السوق، وانا فين من المنافسه، وانا فين من العميل؟ العميل بيشتري مني ولا لا؟ بيشتري مني ليه؟ ما بيشتريش مني ليه؟ ايه الاوبجيكشنز بتاعت العميل بتاعي؟ ازاي ان انا ابتدي احلها بالكونتنت بتاعه كذا؟ where do we want to go؟ تمام. السؤال ده بيخليني، او السؤال ده هو الجزء الخاص بتاع بقى ايه الاوبجيكتيفز. وانا عايز اروح فين؟ طيب انا بقى عرفت انا مكاني فين من المنافسين من كل حاجه. عايز اعرف بقى انا هروح فين. فببتدي بقى ان انا احط اوبجكت جولز واوبجكتيف معينه بناء على الاناليسز اللي طلع لي. طبعا احنا الكلام ده كله هنشتغل فيه براكتيكال بشكل عملي، ونعرف ازاي نعمل انالايز للكونتنت بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه. او لو جالنا مثلا كلاينت فريلانسنج جديد احنا لسه ما اشتغلناش معاه، ازاي اطلع مثلا اناليسز لو هو شغال قبل كده، اناليسز للاداء بتاعه، البرفورمانس بتاعه، وازاي ان انا ابتدي احط اوبجيكتيف بناء على الارقام اللي طلعت دي، واحط اوبجيكتيف او جول اوبجيكتيفز تكون مربوطه بارقام نقدر ان احنا نتراك الارقام دي ونشوف احنا فعلا حققنا النتائج دي ولا لا. كل ده هنتكلم فيه بشكل عملي، لكن احنا حاليا بنشتغل على المايند سيت نفسها بتاعتنا. طول ما المايند سيت نفسها بيحصل لها ريفرشمنت وبيبقى فيه ليها ستراكشر اساسي بتشتغل بناء عليه، بعد كده الاكشنز اللي بعد كده كلها باذن الله هتكون مظبوطه. ولكن احنا بنعمل ايه؟ بننظم الفكر بس بتاعنا الاول، التفكير بتاعنا الاول من الجانب الاستراتيجي. تمام. فاحنا بنقول ان في فور كي كويستشنز. where are we now؟ where do we want to go؟ احنا عايزين نروح فين؟ ايه الاوبجكتيفز بتاعتنا؟ ايه الجولز اللي احنا عايزين نحققها في الفتره مثلا الحاليه او الفتره اللي جايه؟ how will we get there؟ دي بقى الاستراتيجي. how will we get there؟ دي الاستراتيجي اللي هتساعدني في تحقيق الاهداف. تمام. والله علشان اقدر احقق الاوبجيكتيف مثلا بتاعي ان انا انكريس الامبريشنز بتاعي، الكونتنت بتاعي والبلاتفورم بتاعت الفيسبوك بتاعتي،
بنسبة إكس في المية خلال شهر، هحتاج إن أنا أشتغل على مثلا إن أنا بدل ما في مثلا عدد من الريلز معين بينزل في الشهر، هنزود العدد ده بنسبة مثلا 30%، وهنزود الكونتنت مثلا بتاعنا مش عارف بنسبة كذا. هنحاول إن إحنا مثلا نزود البيد ادز بتاعتنا على الكونتنت بتاعنا مثلا بنسبة إكس، وهكذا. دي بقى الاستراتيجي، الاكشن بلانز بتاعتك علشان تقدر تحقق الاوبجيكتيف بتاعك اللي انت حطيته من ضمن البلان بتاعتك. تمام. are we getting there هنا؟ ده سؤال بيوجه فكرنا لاتجاه تاني مختلف، وهو احنا اخبارنا ايه دلوقتي من البلان بتاعتنا؟ احنا حطينا اوبجيكتيف، وصلنا لها؟ طيب، وصلنا لها خير وبركه. تعالوا نشوف وصلنا لها برضو ليه، ونبتدي نحلل. ما وصلناش ليه، ونبتدي نانلايز الموضوع. تمام. فهنا دي خاصه بالكنترول. الكنترول تقييم الاداء، الكي ماتريكس بتاعت اللي انا حاططها، الكي بي ايز اللي انا حاططها. تمام. و كوركتيف اكشنز، اجراءات تصحيحيه. والله مثلا انا حطيت اوبجيكتيف شهري، تمام، باجي كل اسبوع بانالايز احنا رايحين في الاتجاه بتاعنا ولا لا. اه رايحين، طيب زي الفل، يلا رجاله نكمل. لا والله احنا مش رايحين في الاتجاه بتاعنا ده، احنا في دروب حصل عندنا في الكي ماتريكس، الكي ماتريك الفلاني، اللي هيخلينا نحقق، المفروض ان هو يخلينا نحقق الاوبجيكتيف الفلاني. طب نبتدي بقى نحلل، طب ايه سبب المشكله دي؟ ليه ما حققناش الوضع الاوبجيكتيف بتاعنا الاسبوعي في الحته دي؟ ونبتدي ناخد بقى اكشن، طب نعمل ايه عشان نصحح الوضع. تمام. ده كده بالنسبه للكي كويستشنز بتاعت اي استراتيجي في الدنيا. اي استراتيجي في الدنيا هي عباره عن اربع اسئله دول. تمام. باختلاف بقى الكومبوننتس بتاعت الاستراتيجي بتاعت الاستراتيجي نفسها بقى، بناء على الاستراتيجي هتكون في ايه بالظبط. تمام. خلونا كده بقى نصلي العشاء ونرجع تاني. اللي عنده أسئلة بإذن الله نرجع يكون مجهزها، نبتدي ندردش فيها شوية عشان نبتدي نكمل الورك شوب بتاعنا. تمام. نصلي العشاء ونرجع تاني إن شاء الله.
السلام عليكم. حد لسه ما جاش؟ البيت جاي. جوز هاند. أنا عايز بس أأكد مع الشباب، كله موجود ولا لسه في حد ما جاش؟ اللي موجود يريز هاند يا جماعة. تمام. طب فرق أهو. رفع إيديه. تلخيص سريع للي شرحته، حاضر. ماشي. خلينا نلخص سريعا كده لحد ما نلاقي الشغل. كده السكرين واضحة. ثانية واحدة. كده بس معايا سكرين واضحة ولا لأ؟ برد على السؤال ده سريعا. طيب، التلخيص اللي احنا شرحناه، احنا قلنا عندنا كذا حاجة. يعني قلنا عندنا حاجة اسمها اس تي بي ماركتنج، او ماركتنج في العموم. في حاجة اسمها اس تي بي سيجمنتيشن وتارجتنج. قلنا ان احنا لازم في تقسيم للسوق. بتقسم عدة شرائح. زي ما احنا نستهدف الشريحة المناسبة لينا، وبناء عليه
بنعمل بوزيشننج في السوق وفي دماغ في عقل العميل. في حاجة تانية من البروسيس بتاعت الماركتينج، وهي ماركتينج ميكس. فيها برودكت برايس بليس بروموشن. البروموشن ده بيبقى فيه بروموشن ميكس، حاجة زي الدايركت سيلز، حاجة زي الديجيتال ماركتينج، و وطبعا بقى البرايس بروموشنز وهكذا. وبيكون في الديجيتال ماركتينج ده بيخرج منه كذا حاجة، في منهم ايه الكونتنت ماركتينج. فكنا بنتعرف هنا على احنا فين في البروسيس بتاعت الماركتينج ككل. بعد كده اتكلمنا ان احنا كاستراتيجيست لازم يكون عندنا استراتيجيك ثينكينج، لازم نكون بنفكر بشكل استراتيجي اصلا بعيدا عن الجوب تايتل بتاعنا او الشغل اللي احنا بنعمله وهكذا. ليه؟ لان ده في العموم هيفيدنا في حياتنا واحنا بنشتغل على ده، من باب ان هو مايند سيت اكتر. تمام. فقلنا ان الاستراتيجيك ثينكينج هي بروسيس whereby you can بروسيس انت من خلالها بتقدر ان انت كونسيدر، تاخد في عين الاعتبار متغيرات وعوامل، وتبتدي تاخد ده في الحسبان ان انت تحط بناء عليه objectives وجولز، وتبتدي تديفلوب ان اكشن بلان علشان تقدر تحقق الجولز والاوبجكتيفز بتاعتك دي. اوكي. قلنا ان في بعض الاليمنتس في البروسيس دي او زي السكيلز لازم تكون موجوده عندك، وهي الاوبزرفيشن، البلاننج، البروبلم سولفنج، والادابتابيلتي. تمام. اوبزرفيشن ان انا ابتدي يكون عندي ملاحظه، بقدر ان انا اعمل ريسيرش، بقدر ان انا انالايز، وان انا بعد كده بلان، احط اوبجيكتيف معين، ابتدي ان انا احط اكشن بلان ليه واكسكيوت علشان احقق الاوبجيكتيف ده. وبروبلم سولفنج وادابتابيلتي ان انا يكون عندي مقدره على حل المشاكل اللي هي ممكن تكون تواجهني وانا بحط بلان، وانا بعمل انالايزنج، وانا ببتدي احلل الشغل بتاعي عامل ازاي، واشوف الايس الماتريكس بتاعتي لما يظهر قصادي مشكله احلها ازاي. الادابتابيلتي ان انا يكون عندي مرونه، قدره على التكيف مع الوضع اللي احنا فيه. فلقيت نفسي مش محقق الاوبجكتيفز اللي انا حاططها مثلا، فابتدي ان انا اخد واي تانية، اخترع حاجه تانية. المهم ان انا احقق الاوبجكتيف بتاعي بشكل ايثيكلي، بشكل يكون ملائم للكالتشر بتاع البيزنس اللي احنا شغالين. قلنا بعد كده ايه هو الاستراتيجي، ايه هي الاستراتيجي. استراتيجي از يعني somehow هي طريقه ان انت تحقق بيها هدف معين. تمام. الطريقه نفسها هي اللي اسمها استراتيجي. عشان كده انا ليا خلاف في النقطه دي، ان هي ما اسمهاش كونتنت استراتيجي اصلا، هي اسمها كونتنت بلان. ومفيش حاجه اسمها كونتنت بلان جوه كونتنت استراتيجي. هي اللي جوه الكونتنت بلان بيبقى فيه استراتيجي، بيبقى فيه اكشن بلان. تمام. ومن ضمن الاكشن بلان هي ان انا بعمل كالندر، يعني في كونتنت كالندر وهكذا. انما مش الكونتنت بلان هي الكونتنت كالندر بس. احنا بنمشي بالمتعارف عليه في السوق، يعني اعرف الصح وخليه جواك. احنا بنمشي بما متعارف عليه في السوق. زي بالظبط كده مثلا ميديا باير مؤخرا بقى في اسمه performance marketer. حلو. البرفورمانس ماركتير ايه هو؟ ما هو بيشتغل نفس الشغل بتاع الميديا باينج، بس هم بقى جم قالوا لنا يا باشا ده البرفورمانس ماركتنج بيكون يعني شويه اكتر بالاناليتكس والجوجل اناليتكس، ويقدر ان هو يظبط تراكنج و... وان هو يقدر يانلايز مثلا الاعلانات بتاعته بشكل ما، ويبتدي يحسن فيها وهكذا. طب يا شباب، ما ده اللي اصلا لو ما فيش ميديا بار بيعمله ما يبقاش ميديا بار شاطر. جيت انا بالتالي كتبت بوست من فتره ان انا بخترع حاجه اسمها جديده اسمها كونتنت بيرفورمانس ماركتنج. تمام. انا كنت بترول على الموضوع وطلع بقى في حاجه اسمها كونتنت بيرفورمانس ماركتنج، وبقى هو الشخص اللي بيكتب كونتنت الناس اللي بتقدر انها الاد كوبيز المستخدمه في الميديا باينج او البرفورمانس ماركتنج بما يسمى. وان انت بقى تبتدي تشتغل على ايه؟
اصل احنا يا محمد هنتارجت مثلا الناس اللي عملت انيشال تشيك اوت، فيلا اكتب لنا كوبي ليها. طب ما اصلا لو انا مش كونتنت او مش كوبي رايتر وهقدر. اخر نقطه معلش اللي هي من اول ايه، انا لو كوبي رايتر مش هقدر ان انا آه، هكفر اصلا الموضوع ده من بدري، من قبل ما يخرج مصطلح الموضوع، يبقى انا مش كوبي رايتر شاطر. تمام. بس فدي نقطه خلاف بيني وبين يعني مع الموضوع ده. لينك جروب تليجرام سريع. معلش كان في سمعت بتقول ممكن تعيد آخر نقطة. إيه آخر نقطة اللي هي يعني فين بالظبط؟ هناك لنا في حاجات كتير. تمام. آه قولي لي وأنا هعدها لك إن شاء الله. فلما نيجي نبص يعني إيه بلان. بلان هي بيكون فيها حاجة اسمها executive summary. بعد كده بيكون فيها research أو analysis ل أو insights لبعض التحليلات الخاصة بالوضع الحالي للبزنس والسوق وكده. بعد كده بيكون في objectives و goals المفروض نحققها. بعد كده بيكون في strategy عشان نحقق الأهداف دي. بعد كده بيكون في tactics بقى وأكشن بلانز وهكذا. تمام. فاحنا ده اللي بيبقى دي اللي بتكون العناصر بتاعت الكونتنت استراتيجي او ما تسمى كونتنت استراتيجي. آه آه فعشان كده يعني انا ببقى شايف انها كونتنت بلان وجواها استراتيجي علشان تحقق. هي استراتيجي بالنسبه للديجيتال ماركتنج، انما بالنسبه احنا لينا كونتنت ماركتنج هي كونتنت. فهو موضوع كده غريب شويه، مش عايز اشغل دماغكم بيه. آه خلونا نكمل ايه السيشن. طيب بالنسبة لآخر نقطة، تمام هي وضحت ولا إيه بالظبط؟ أنا في انتظار إيه؟ طيب تمام ماشي. إزاي إن أنا أبتدي أعمل أناليسيز للكونتنت بتاعي في أي اندستري موجود. خلونا كده ناخد مثال. لا بس إيه، حد ممكن يدينا مثال لو حابب إن هو مثلا يشارك حاجة، يعني مثال في الصناعة بتاعته مش لازم شغله. حد حابب يشارك في شغله، مثال نبتدي نشتغل عليه بقى بشكل عام. متجر إلكتروني بيع الأدوات
طب لو في عندك مثلا كومبيتيتور، ابعت لنا. ممكن يكون زي حاجات الإلكترونية، أدوات مكتبية. يعني مثلا عندنا سمير ويليام، أو اسمه إيه؟ سمير وعلي بالظبط. تمام. أدي سمير وعلي. حلو. سمير وعلي، مين تاني ممكن يكون في نفس المجال مثلا؟ آه خلينا نقول إيه؟ حلو. في عندنا حاجة اسمها الفجالة بتكون دقيقة. بنترا. انت الفجالة بتكون ماشي يا عم. تمام. طيب خلينا نشتغل على بعض الحاجات دي كده. يعني رحت فين؟ تمام. شغال. مال سعد بس من اسكندرية. ماشي. في العموم بقى انت إيه، بتكون عندك طبعا لسه المنافسين بتاعتك في الدايركت منها. تمام. انت ايه تشتغل عليه. سنة هوريك له. مش عارف ايه. النصوص. انت قلت يا طه انت مين؟ رجالة دكتور سعد. رجالة. الراجل ده الويب سايت بتاعه. ده مشكلة عندنا. تمام. فاحنا عندنا هنا ايه؟ يعني مثلا قلنا الفجالة دوت كوم اللي هي بتاعت طه. عندنا في أدوات مكتبية بتاعت برضو منترا. عندنا بريناسوس. ممكن ما يكونوش دول سمير وعلي، ممكن يكون من دول مش الدايركت كومبيتيتورز بتاعهم. بس احنا ايه بناخد المايند سيت نفسها. انا جبت المين دومين بتاعهم. يعني على الهوم بيج هاجي مثلا ايه، هفتح حاجة اسمها ريفاليك اي كيو. تمام. ريفال اي كيو او ريفال. ريفال اي كيو هي تول انا بستخدمها في في الاناليتكس والكومبيتيتيف اناليسيس. اوكي. ممكن تفتحوها معايا برضو لو حابين، او تركزوا فيها وبعدين تطبقوا زي ما انتوا عايزين، وتطبقوا على البيزنس ايه بتاعتي. فانا بفتح هنا، طبعا هو بيحتاج مني آه، تسجيل. انا بشتغل على الفري ترايل. تمام. يبقى مطلوب مني بعض الداتا اللي انا محتاج اعملها. بص بقى يا سيدي، تيجي في نيو تاب هنا، راجع كاتب تم ميل. اوكي. استنى. اي ويب سايت بقى، اي دول من دول تطلع لك ايه؟ ميل. حلو. تمب ميل هنا ده تول بيطلع لك ميل. الميل ده بتقدر انت تسجل بيه عادي، بيشتغل معاك. ادي مثلا الميل بتاعه اهو. اوكي. فباخد الميل، باجي هنا الورك ايميل ادرس، بحط الميل بتاعي. فيرست نيم، اي حاجه. لاست نيم، اي حاجه. كمباني، اي حاجه. اي حاجه مش هتفرق خالص. ايجنسي مثلا، اي جري.
get my account now. طيب هو دلوقتي كريت الاكونت بالفري ترايل بتاعته، بعت لي كونفirmation، برجع للتمب ميل الويب سايت اللي انا كنت فاتحه. ده يستحسن ان انت ايه، ممكن تسيبه عندك في محادثه واتساب بينك وبين نفسك في اي مكان، علشان لو حبيت ترجع للفري ترايل وتسجل تاني تجيبه. آه، بيجي لي الميل هنا اهو، بفتح الميل عادي، بدوس activate my account. تمام، حط باسورد. اوكي، بعمل كونتاكت. جينا بقى للنقطة المهمة، ثانية واحدة. تمام، جاية بقى النقطة المهمة. احنا قلنا عندنا الفجالة دوت كوم بتاعت صديقنا طه، بياخد الدومين بتاع، خش حط ايه الدومين هنا، دوس اد كده، سوري، دوس اد. We had issues adding this company to our system. Let's suppose the site you are trying to add has a looking place. Try adding the company by adding their Instagram page. Okay. الويب سايت ده بيعمل اناليتكس يا جماعه ومونيتورنج للاكونتس بتاعتي. طب هو بما ان الفجاله دي كوم مش راضي يخش، هنجرب سمير وعلي. وبالنسبه للطريقه نفسها، هو كده بي ايه، بيلود الفيسبوك اكونت، انستجرام اكونت، ومش عارف ايه، فهو تمام كده بالنسبه له. عمل لودنج، نخش نجيب منترا. طب عندي هنا تمام، وبرنسس، ندوس اد. دول برضه عندهم مشكله. طيب خلينا نقول حط في الرجاله دول هيلعبوا الناس في فيسبوك بس. ماشي، ندوس كنت. بالنسبه بقى ايام اللي انا تهت، عايز اعرف الويب سايت بتاع ايه والتسجيل بتاعه. فالويب سايت ده اللي هو ريفاليك او ريفال اي رايفال اي كيو. الويب سايت ده بس هي تول استخدمها علشان احط الاكونتس بتاعتي بتاعت السوشيال ميديا، احط الاكونتس بتاعت المنافسين، واعمل انلايزنج لنفسي وللمنافسين، واخرج بارقام. بناء على الارقام والاحصائيات دي ابتدي احط الاوبجيكتيف بتاعي للشهر الجديد او الشهر اللي احنا شغالين عليه، او النص سنه او الكوارتر، وات ايفر. تمام. فالتول دي مهمه في ايه؟ مهمه في ان انت مهمه في ان انت بتعرفك الماركت عامل ازاي. مهمه في ان انت لما تيجي تكون شغال مع كلاينت وتقول له في اوبجيكتيفز 1 2 3 4 ان شاء الله هنقدر نحققها خلال الشهر ده، فبتقدر ان انت باذن الله بناء على بعض الاحصائيات اللي بتخرج من الويب سايت تقدر تحققها.
تمام. بس ف الويب سايت ده مهم علشان الانالايزنج، علشان الكومبيتيتيف اناليسيس. حلو. بس يكمل معانا تسجيل بقى عليه، ممكن يعني ترجع لي الفيديو تاني. هو انت بس بتكتبي تيم ميل على الويب على جوجل كروم. ده بتبقى تول بتطلع لك ايه؟ ميلاد تمبراتري تيم، في كذا حاجه بس انا مش عايز في ميل تمب مثلا. خش عليه، ده بيطلع لي ايميلات. تمام. تمبراتري بتقعد مثلا حوالي 10 دقايق حاجه. وممكن لو حبيت ان انا اجيبها تاني، فاروح جاي دايس تشينج هنا، واروح جاي ايه، ما علينا يعني انت سوري. بت... آه... تيجي هنا فال اي كيو، ده الويب سايت بتاعهم، سوشيال ميديا اناليتكس ديجيتال ماركتيرز. تمام. لما بتيجي تسجل فري ترايل بيطلب منك ايميل، تكتب الايميل ده، لان لما تيجي تسجل فري ترايل لو كتبت بالايميل الشخصي بتاعك والفري ترايل خلصت، هتيجي تسجل بايميل تاني، هتضطر تكريت ايميل من جديد. جوجل يعني قصدي، ايميل جوجل، اكونت جوجل، وتسجل بيه وهكذا. طب احنا بنوفر على نفسنا المعاناه دي، بنعمل بتمبراتوري ميل، تمبراري ميل، ونسجل بيه. تمام. وبتمشي في خطوات تسجيل، امر سهل. بتدوس فري ترايل وبتملى البيانات بتاعتك، بيجي لك ايميل هنا، بتدوس عليه كونفيرم، بيشتغل معاك الاكونت. بتكتب الباسورد بيشتغل معاك الايه، الاكونت على طول. طب عشان احنا كريتنا اهو، حطينا بعض الاكونتس. يبتدي يقول لك احنا حطينا الفيسبوك بتاع الفجاله دوت كوم، حطينا الويب سايت بتاع سمير علي، عنده فيسبوك وعنده انستجرام وعنده تويتر، مش عارف بقى، وعنده تيك توك او بتاع حاجات تانية ولا لا. انا ازاي اعرف المنافسين والسيرش في ايه، والمفروض يكون ليا كام منافس؟ بادئ زبادي في موضوع المنافسين. احنا عندنا نوعين من المنافسين. المنافس الدايركت والاندايركت. المنافس الدايركت هو المنافس، هي الشركة اللي بتقدم المنتجات زي اللي أنا بقدمها، وبتنافس في نفس التارجت ماركت بتاعي. حلو. فاحنا عاملين سيجمنتيشن، احنا مستهدفين نفس الشريحة بتاعت العملاء، وأنا وهو بنبتدي نخش إيه، في عركة مع بعض علشان، أو في خناقة مع بعض علشان ناخد نستحوذ على ماركت شير أو على عملاء. فده المنافس المباشر بتاعي. حلو. فهتلاقي تسعيره قريب جدا من تسعيرك. هتلاقي هتلاقي تسعيره قريب جدا من تسعيرك. تسعيره قريب من تسعيرك، بيقدم نفس المنتجات بتاعتك، بيخاطب نفس الجمهور بتاعك وهكذا. فده المنافس بتاعك. طيب عشان تسيرش على المنافس بتاعك المنافس بتاعك انت على حسب، يعني مثلا أنا عندي آه، آه، جيت هنا عشان اشوف بعض المنافسين، فمثلا كتبت ايه، ادوات، سوري، ادوات مكتبيه. تمام. طلع عندي في اكتر من حاجه، وانا كنت اعرف مثلا معظمها. تمام. في مثلا سمير وعلي، ممكن يكون مثلا، ما اعرفش بالظبط بصراحه، ممكن يكون بينافس مثلا مكتبات بيرنسس، ممكن يكون برايسنج قريب منهم. آه فاتحين فروع قريبه من بعض، فمستهدفين نفس التارجت اودينس. طب انا راجل شغال في الكونتنت ومش عارف اجيب المنافسين بتوعي، مش عارف مين المنافسين بتوعي كده. اسال الكلاينت بتاعك، او اسال الديجيتال ماركتنج مانجر اللي في الشركه بتاعتك، او البيزنس اونر، باشا مين المنافس بتاعي.
حلو. ليه؟ لانه هم وهم بيحطوا الماركتنج بلانز بتاعتهم وهم بيأسسوا البيزنس بتاعهم، معظم الناس واكيد كتير سماحه شايف فلان ده انا عايز ابقى زيه. حلو. ف- فهو بيكون حاطط في دماغه تصور هو ده المنافس بتاعه، صح او غلط. صح او غلط. ك ك ك كمنافس، يعني هو فعلا منافس ولا لا. هو هيكون بينافسك، بس بينافسك فين؟ بينافسك في دماغ اللي هيكون المنافس بتاعك، في دماغ العميل بتاعك، فاهمني؟ فبتسأل الاونر او الماركتنج مانجر او المدير بتاعك في العموم مين المنافس بتاعه، عشان تقدر ان انت تاخد الاكونتس بتاعتهم وتتعرف عليهم وهكذا، تعمل انلايزنج بتاعهم. مثلا عيادة الاسنان اسيرش بايه او. طيب، عيادة اسنان انا مثلا عندي. بصوا يا جماعة، لازم الانسان يكون فراك. تمام؟ ادي جوجل مابس. تمام. جوجل مابس 50,000 عيادة اسنان هتخرج لك مرة واحدة. تمام. آه، حلو. دي حاجة. تاني حاجة، هتقدر بقى إن أنت مثلا إيه عندي إيه، دكتور إبراهيم النجار. تمام. المهم ممكن هتلاقي مثلا إيه حاطط الويب سايت بتاعه، رقم التليفون بتاعه، هتجيب اسمه مثلا ريرلي دنتال كلينيك. هروح على فيسبوك. رحت على فيسبوك كتبت ريرلي دنتال كلينيك أهي. تمام. طلع الأكونت بتاعه، أنا ما أعرفش ده مثلا مكانه فين أو بتاع. أنا ممكن في جوجل مابس أجيب اللوكيشنز اللي جنبي. تمام. حلو. فانا طلعت جبت منافس. فده اثناء جبت لها منافس. ممكن مثلا ايه، اسيرش في وورد معينه مثلا على الفيسبوك بقى نفسه. يا سلام كمان. رياضة أسنان. حلو. باجي هنا مثلا ممكن بيجز كويس نفسها. دي مش عارف رياضة أسنان دكتور أحمد الشام. تمام. آه ممكن سن من بتاع ده، بيجز هنا دكتور اسمها السيد عزام. أجي مثلا للبوستس نفسها. حلو. جيت البوستس هلاقي فيه مثلا ايه، البروسيس فروم، public process مثلا. يعني عيادة الأسنان دكتور عمرو السعد. عيادة الحياة لتجميل الأسنان. عيادة أسنان مركز مصر الطبي. تمام. دي حاجة. فدي طريقة إن أنا أجيب بيها بعض المنافسين على السوشيال ميديا مثلا. في حاجة تانية إن أنا أقعد أفكر، طب هي إيه تاني ممكن يكون فيه عيادات أسنان. تمام. ممكن أروح جاي مثلا جمع
طبي. تمام، فعندنا مش عارف مركز ايه، مجمع عيادات ايه. تمام، فدي مجمعات طبيه ممكن يكون فيها عيادات اسنان، المستشفيات الخاصه. تمام. والحكوميه. فبتبقى على حسب التارجت اودينس بتاعك. يعني مثلا الناس، مثلا لو انت مثلا العياده بتاعتك في التجمع الخامس. حلو. وبالتارجت الناس اللي في التجمع الخامس، في الشروق، في بدر، مش فاكر مدينتي مثلا رحاب، الناس اللي ايه، اللي الى حد ما ممكن تكون قريبه منك. تمام. تشتغل مثلا براندنج في الحته دي، وتحاول ان انت تسيطر على السوق شويه، مش عارف ايه وهكذا. البروفايل بتاع الكاستمر بتاعك اللي انت عايزه في التجمع الخامس غير البروفايل بتاع الكاستمر بتاعك اللي انت عايزه لو انت في شغل، غير الكاستمر بتاع البروفايل بتاعك اللي انت عايزه لو انت في 6 اكتوبر. طريقه الكلام، طريقه العرض، طريقه المنافسين، طريقه البحث عن المنافسين وهكذا. فانا لما اجي آه، لما اجي ابتدي احدد المنافسين بتاعي، لازم افكر الاول انا بنافس يا جماعه على السوشيال ميديا. تمام، احنا ككونتنت ماركتيرز بننافس على السوشيال ميديا بالكونتنت بتاعنا. فانا علشان انافس، فانا ممكن اخد كل الناس من المنافسين، كل الناس منافسين ليا. حلو. يعني انا فاكر كنت في شركه بتقدم كورسز في السيلز. انا كنت في السيلز، كورسز في السيلز، كنت واخد منافس في بيقدم كورسز بتاعت ماركتنج. ليه؟ لان المنافسين بتاع الكورسز بتاعت السيلز ضعاف جدا، وانا اقوى واحد فيهم. تمام. فخدت كومبيتيتور من بره الصناعه اصلا، من بره. هو في مجال الكورسز، بس هو ماركتنج، ديجيتال ماركتنج، وانا سيلز. علشان بكمبيت معاه في ايه؟ في الارقام اللي هو بيحققها على السوشيال ميديا من شيرز ولايكس وانتراكشنز وكده. حلو. فانا خدت الراجل ده بنش مارك ليا، هنبتدي اشتغل ايه، وانافس معاه في حته ايه. انا اخترعت منافس من دماغي. المهم ان انت تشتغل. المهم ايه، ان انت تشتغل. لو انا اعتمدت على المنافسين اللي هم موجودين معايا، طب يا عم ده انا اجمد واحد فيهم، واروح جاي مريح ظهري لورا وحاطط رجل على رجل، مش هتتحرك لقدام. تمام. فالفكره هي زي ما انا كنت بقول، احنا ايه المايند سيت نفسها في مثلا ابلكيشنز ل- للدكاتره، فيها دكاتره ومش عارف ايه وعيادات وكذا. ممكن برضه تبحث تسيرش عليها. فانا البروفايل مثلا بتاع الناس اللي في التجمع الخامس، الناس دي في مستشفيات مثلا خاصه في حواليها، في مثلا عيادات مشهوره مش عارف ايه هناك. تمام. العيادات دي مثلا او الدكاتره دي لما بتيجي تتكلم على السوشيال ميديا بتتكلم بوين معينه عشان ترفلكت على الناس دي بشكل او باخر، او يبقى في هارمونايزنج ما بينهم. فانا لازم اخد في حسبان الكلام ده كله. مش هروح اخد مثلا، مش انا شغال على السوق بتاع التجمع الخامس او الاريا بتاعت التجمع الخامس وما حولها، واروح اشتغل على بنها مثلا. انا اروح اشتغل مثلا، اجيب منافس قصدي من بنها، او اجيب منافس مثلا من من منطقه مثلا بعيده، مثلا امبابه، شبرا، مصر مصر الجديده بتاع. فهي ايه، البروفايلنج هو بيحكم بشكل او باخر على الكومبيتيتورز بتوعي. فبالتالي طولنا في الحته دي شويتين ثلاثه. تمام. المقصد من ده كله، خليك فراك، خش على جوجل سيرش، خش جوجل مابس سيرش، ابلكيشنز اللي ليها علاقه بالعيادات والدكاتره والكلام ده سيرش، فيسبوك سيرش، الجروبس نفسها سيرش، ودور وشوف الناس بتتكلم على بتدور على الناس بشكل عامل ازاي. ممكن في جروبس تلاقي حد عامل منشن، خش انت يا باشا من الاكونت بتاعك، وجروب مثلا للناس اللي قاعده في التجمع، يا جماعه محتاج دكتور، دكتور اسنان كويس شاطر، ترشحوا لي مين. شوف الناس اللي هترشحها لك، خش يا باشا، او عياده اسنان، وخش على الاكونتس بتاعتهم وشوفهم. تمام. فخليك فراك، ايه، ما تقفش، ما تعطلش. تمام. فانا ريفاليك او ريفال اي كيو، حطينا الاكونتس بتاعتنا، ويل جيت ستارت ناو. جيت ستارت ناو. عيادة في القاهرة، لازم المنافسين يكونوا في القاهرة برضو ولا ممكن أي محافظة تانية؟ طيب، ما أنا قلت إحنا بصوا،
عندنا المنافس في دايركت وفي اندايركت. احنا ما كملناش الجزئيه دي. الدايركت هو اللي بيتكلم نفس التارجت ماركت بتاعي. الاندايركت هو ما يكونش هو ممكن يكون بيتكلم التارجت ماركت بتاعي، بس هو مش منافس ليا بشكل مباشر. يعني مثلا انا فاتح عياده اسنان في القاهره، تمام، وليكن مثلا في كوبري الاوبرا، تمام. عياده الاسنان دي عندي جنبي، كان في العماره اللي جنب مني او في البرج اللي جنب مني عياده اسنان برضه. وعندنا على اول الشارع او مثلا بعد مثلا حوالي 500 متر مستشفى، تمام، مستشفى حكومه. المنافس ده الدايركت بتاعي هو الراجل اللي جنبي، اللي في العماره اللي جنبي، العياده اللي في العماره اللي جنبي. لو بيتكلم نفس التارجت اودينس بتاعه وسعره قريب مني، انا مثلا السعر الكشف عندي مثلا 300 جنيه، وهو سعر الكشف عنده 320 جنيه او 280 جنيه، فهي المستشفى نفسها مثلا سعر الكشف فيها ب 90 جنيه ولا ب 70 جنيه، ب 50 جنيه. مش منافس دايركت بتاعي. بس انا ككونتنت ماركتير بقى، هل بعتمد الكلام ده؟ المفروض اه، المفروض لا. حلو. انا لو دخلت على السوشيال ميديا ما لقيتش العياده اللي جنبي موجوده على السوشيال ميديا، ما هو كده مش منافس بالنسبه لي، لان انا راجل بتاع كونتنت، راجل ببلش كونتنت على السوشيال ميديا بلاتفورمز علشان اقدر انافس بيها المنافسين. في بقى عياده موجوده في كوبري القبه بس من الناحيه الشرقيه، الراجل ده على السوشيال ميديا، والراجل ده الاستشاره بتاعته ب 500 جنيه، الكشف عنده ب 500 جنيه. بيكلم تارجت اودينس مختلف خالص. بيتكلم تارجت اودينس ايه مختلف خالص، والبرايسنج بتاعه مختلف خالص عني. حلو. بس شغال جامد قوي على السوشيال ميديا. انا هاخده منافس ليا علشان اقدر ان انا انافس معاه بالكونتنت. تمام، واضحه كده يا هيام. فالمنافس مش المفروض انا المنافس مش بيحكمني. اه، باخد في الاولويه بتاعتي لو في دايركت كومبيتيتور في نفس المنطقه بتاعتي. لو انا شغال مثلا كعياده اسنان زي ما انت بتقولي، هو ليه وجود على السوشيال ميديا او بريسنس على السوشيال ميديا محترم وكويس جدا، ده منافس 100%. ليه؟ لان هو بيتارجت نفس التارجت اودينس، التارجت ماركت، عامل برايسنج زيي. كمان ليه سوشيال ميديا اكونتس وبيشتغل عليها بشكل قوي. لا، ده منافس وش. طب هو موجود على الارض بس مش موجود على السوشيال ميديا. طب اركن انت على جنب بقى، الراجل بتاع العياده نفسه يشتغل بقى، ياخده هو كمنافس، بس انا ككونتنت اخد المنافسين ايه التانيين اللي هم ليهم وجود على السوشيال ميديا. اه، ممكن اوصل مثلا لمرحله ان انا ادي توصيات معينه للدكتور ان هو يستخدمها عنده في العياده عشان ينافس الدكتور اللي جنبه او العياده اللي جنبه. اه، مفيش مشكله. بس انا الكومبيتitiveness لاندسكيب بتاعتي السوشيال ميديا، المكان اللي انا بنزل فيه الكونتنت بتاعي. حلو. تمام. طيب فانا هنا طب انا يعني انا عندي ارتباط، عندي ميتنج المفروض اصلا من 18 دقيقه بالنسبه تسرح على الجروب بتاع الواتساب. انا ما كنتش متوقع ان الورك شوب هتطول قوي كده. آه، المهم اللي انا عايز اقوله بخصوص الاكونت ده، ان في ارقام هو بيديها لك، في اوفر فيو، ليدر بورد، السوشيال بوستس نفسها، طلع لك ايه ارقام. سمير وعلي دي مثلا الكروس شانل، يعني على كل البلاتفورمز بتاعته. لو جينا شفنا انستجرام مثلا، جينا ليدر بورد، هنلاقي سمير وعلي عنده 23,000 فولور. منترا مش عارف كام، الفجالة دوت كوم اصلا احنا ما حطيناش الاكونت بتاعهم. النت تشينج مثلا 128 خلال خلي بالك خلال الكلام ده خلال شهر، تمام، خلال 30 يوم حصل جروس عنده 128 واحد. سمير وعلي الانستجرام بوست حط 11 بوست في الشهر ده، اقل بنسبة 31% عن الشهر اللي فات. انستجرام انجيجمنت توتال حصل عند منترا انتر اكشنز على انستجرام اكتر من سمير
وعلي، مع ان انستجرام سمير وعلي منزل 3 بوستس بس، ايه ممكن يكون لها عوامل تانية. انستجرام توتال تشينج بالبوست 27، متوسط 27 على البوست الواحد. منترا انستجرام انجيجمنت ريت باي فولور، منترا عندهم اعلى من سمير وعلي. ففي بعض الحاجات ان انت لازم تحطها في الحسبان، تقرا ارقام. يعني مثلا انا هنا حصل انستجرام بوست 11 وهنا 3، بس انا عندي منترا انتراكشنز جايب اعلى، تمام، خلال الشهر ده. فراح جاي رايح فاتح انستجرام، جايب منترا وجايب سمير عن علي، وابتدي ابص الشهر اللي فات ايه البوستات اللي انتوا نزلتوها، ايه ليه احاول احلل ايه اللي حصل خلى مثلا انت نزلت 3 وانت 11 جايب انت انتراكشنز اعلى من اللي منزل 11، مع ان الفولورز عندك اقل. فهل مثلا اشتغل اعلان، هل مش عارف ايه الكلام ده كله، تمام. في عندنا السوشيال بوستس مثلا على انستجرام، انا بجيب بوستات هنا، البوستات بتاعتهم كلها من ترايد البوستات بتاعتهم. ممكن ان انا ابتدي فلتر على حسب ما انا عايز استنى بصي يا جوري، بيقول لنا ان احنا نكتب اسم المغني واللي احنا اتعلمناه من الاغنيه، وايه الاغنيه، 4 كلمات وسطرين من الاغنيه. ماشي؟ مش المس شرحت لكم ولا ايه؟ اكتر حته طلعت ترند في الاغنيه ايه؟ شيك لا قصدي اكتر حته طلعت ترند، يعني بتستعمل ده ايه اكتر اللي اكتر حته من حلوه يعني بتغني. عرفتها. السلام عليكم. معلش يا شباب، البتاع ده فصل، اللابتوب فصل، كنت ناسي تمام كده الصوت واضح. بس سريعا كده الصوت واضح. تمام. طيب فانا عندي هنا ايه، ببص مثلا انا عايز والله البوستس بيزد على اللايكس، بوست تايب، مش عارف ايه الكلام ده كله. هنا جريد ويز ديتيلز، ممكن مثلا ايه التوب فيرسس بوتم، تمام، اعلى بوستس فيرسس اقل بوستس جابت انتراكشنز وكده. فدي اعلى بوستس مثلا، دي اقل بوستس جابت انتراكشنز او انجيجمنت ريت باي فولور. حلو. انا بفضل ايه، ان انت تبتدي تبص على كذا حاجه من الحاجات دي.
دي مثلا الليست فيو. تمام. ممكن اعمل مانج كولمز، اختار الكولمز اللي انا عايزها، نعتبر ايه بقى، كله سيف، يطلع عندي ايه ريموت بالشكل ده. بقدر ان انا ابص على ايه، على الارقام كلها. حلو. بناء بقى على الارقام دي، بقدر ان انا اشوف الفرق بيني وبين المنافسين بتوعي، وباخد بناء على الارقام ده، على البوستات، بناء على الحاجات دي كلها، وابتدي اخد اكشنز واضحه وصريحه في الاستراتيجي بتاعتي. وده بيخدم، كل ده بيخدم بشكل كبير جدا على الاستراتيجي بتاعتي. تمام. طيب بيخدم ازاي، وهقدر اقرا الارقام ازاي، واحط اوبجيكتيف ازاي بالارقام وهكذا، ده باذن الله هنتكلم فيه في السيشنز جايه في الكونتنت استراتيجي. يعني انا بالتالي كفايه كده اخدنا كم معلومات يمكن يكون عليه شويه. ودي حاجه، والحاجه الثانيه يعني انا بعتذر برضه، عندي المفروض ميتنج من نص ساعه. آه، بس فباذن الله السيشن الجايه بقى نبتدي نغوص شويه اكتر في الارقام دي، وازاي نبتدي ان احنا بناء على الارقام دي نطلع اناليتكس وجولز واستراتيجي تكون مناسبه للكونتنت استراتيجي بتاعتنا. انا كان طبعا في بعض التفاصيل التانيه زي بقى الكونتنت ايديشن والكونتنت بلاننج والحاجات دي كلها. بشكركم جدا على وجودكم في الوركشوب، واتمنى ان انا اكون ضفت ليكم حاجه ولو بسيطه. آه، واياكم يا رب العالمين. باذن الله الوركشوب او يعني ايه، هعمل لها داونلود كده وابعتها لكم، او ارفعها جوجل درايف او على يوتيوب او حاجه وابعتها لكم. بدأنا مع السيشن الجديد. حاضر، ابعت لكم رابط الموقع. السيشن الجديد باذن الله احنا النهارده ايه؟ الاثنين، ممكن تكون الخميس، ممكن تكون السبت. تمام، نظبط ده مع بعض يعني في الجروب بتاع التليجرام عشان. تمام. محتاج منكم كل واحد بالاندستري بتاعته. حاضر على التليجرام باذن الله. كل واحد في الاندستري بتاعته، الشركه بتاعته، المنافسين، يبدا يجيب رايفل اي كيو ويشتغل عليها، يحط الاكونتس بتاعته بتاعت المنافسين ويبتدي يخش. انا عايزك بس عينك تاخد على الارقام، تبص على الارقام وتحاول تتوقع الرقم ده بناء على ايه وليه، وتاثيره هيبقى عامل ازاي، واقدر اخد قرار بناء عليه بشكل عامل ازاي، وهكذا. تمام. عرض نفسك للموضوع ده لحد ما نبتدي ان شاء الله نبدا السيشن الجديده اللي هي اللي جايه ان شاء الله، نتكلم بقى فيها بتفصيل شويه عن الموضوع ده. تمام. جزاكم الله خيرا، شكرا على وجودكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو في اي حد عنده اي سؤال او حاجه، نألف صناعه ممكن، ما فيش مشكله. اللي مش شغال في حاجه حاليا يا باشا ألف صناعه والمنافسين بتوعه والكلام ده كله، واشتغل عليه. الله المستعان. لو في اي اسئله او اي حاجه التليجرام موجود، عطوا عليه وانا هرد عليكم. السلام عليكم.